الفتاح العليم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. صلوا عليه وسلموا أزكى التسليم. أعزائي أحبائي، مرحبا بكم في القناة تاعي ومرحبا بالمشتركين الجدد. كما راكم تشوفوا حبوباتي، اليوم درت لكم دي كاب كيك، يعني وصفة سهلة ومضمونة. درتها لكم بالماء وناجحة 100%. نتمنى حبوباتي تعجبكم. تبعوني نوريكم الطريقة. عندي هنايا كأس من السكر ناقص دواء، عندي هنايا كأس من الماء، عندي هنا كأس الا ربع من الزيت، عندي هنايا خميره راح نستعمل منها 2 مغارف صغار، عندي هنا 2 مغارف كبار من الكاكاو. كما قلت لكم البنات، من احسن نوعيه تكون بني، ما نستعملوش الاسود عفوا. عندي هنا مغرف كبيره من الفاني. هنا البنات قد ما تكثروا لها الفاني تجيكم يعني بنينه ما شاء الله. عندي ايضا هنايا فرينه. نبداو على بركه الله. نحط السكر تاعي، نضيف له ايضا الماء، نضيف له الزيت، نخلط البنات هنا بالفوي تاعي كما تشوفون. نخلط جيدا. هنايا البنات بعد ما خلطتهم جيدا راح نحط الفرينه، نحط شويه فقط ما نكثرش. نحط الفاني تاعي ايضا كما تشوفوا. نحط الكاكاو ونحط 2 مغارف صغار من الخميره. شوفوا البنات، وحده نزيد نضيف الثانيه ونخلط كل شيء مع بعضه كما تشوفوا. نزيد نضيف لها ايضا الفرينه، نضيفوا البنات شويه فقط. شوفوا البنات، هذا هو الخليط اللي نتحصل عليه، يكون البنات سائل هكذا. هذا هما الليمون البنات اللي راح ندير فيهم. شريتهم عند اللي يبيع لوازم الحلويات، تبان لي 25. يا سيدي اجا نعبيهم اجا شي بهذه الطريقه. البنات ما نعبيوهمش طول، هو بعده يزيد يطلع. درنا فيه الخميره وبعد يزيد يطلع. ها البنات نعبيهم عادي كما قلت لكم، ما نعبيوهمش للفم، من بعد كي يطيب راه يطلع هكذا بهذه الطريقه. البنات كما راكم تشوفوا، بعد ما عبيتهم وكملت راح نحطهم في الفرن. حبيت برك نعطيكم نصيحه كي تبداو فقط بالوصفه الفرن تاعكم يكون شاعل. عندي هنايا كأس ونصف من الكريم شانتي، نضيف لهم كأس من الماء. البنات حنضيف لهم كأس وربع من الماء، هذا الربع نخليه. استعملت كأس ونصف من الكريم شانتي وكأس وربع من الماء. نطلع الكريم شانتي تاعي. هنايا البنات راح نحط لها ملون غذائي ازرق في الكريم شانتي تاعي حتى نتحصل على اللون اللي حبيته هكذا، ونخلط. ومن بعد نضيف لها 4 كاس من الماء كما راكم تشوفوا. هنا البنات كي تطلع لي واش راح ندير لها، راح نقسمها على 2، وحده نلونها باللون الازرق وحده باللون الوردي. شوفوا البنات اللون اللي تحصلت عليه. راح نزيد، انتي كما حبيتي خليه هكا ولا تزيدي ولا ونخلط. شوفوا البنات، هذا هو اللون اللي تحصلت عليه. شوفوا البنات، هذا اللي شريته من عند اللي يبيع لوازم الحلويات بنكهه التوت. دوك نصور لكم الباط تاعو كيفاه دايره. نديرو هكا باش نتحصل على اللون. نستعملو ايضا في الشيكولا عادي.
هكذا ونخلط. هنايا البنات كيما راكم تشوفوا راهو طابلي، غنحط فوق الكريم شونتي. شوفوا البنات حطيت الكريم شونتي تاعي الزرقاء والوردي، وهنايا راح نزين كيما راكم تشوفوا. شوفوا البنات، شوفوا البنات، هذا هو الشكل اللي تحصلت عليه. شوفوا كيفاه جا ما شاء الله. نروحوا هنايا الشكل الثاني. وردي تعرف تدير غير هي. شوفوا البنات، هنا بعد ما درت لها الكريم شونتي هنا حنروحوا البنات للتزيين. شوفوا البنات، حندير الكعابه هذا الصفر حنديرهم في الازرق هكذا، ونضيف لهم هذا او بالالوان كيما راكم تشوفوا هكذا بهذا الشكل. ها ترشي عليهم عادي، ونزيد نرش على الوردي هذا ثلاث خضره مع بعضهم، نزيد لهم هكذا. هكذا. والبنات هنايا شريت هذا توا ايضا يتباع عند لوازم الحلويات، رشيت من قبل ونزيد نعاود نرش كما راكم تشوفوا هكذا. وهذو البنات كانوا عندي نجمه وردي كما راكم تشوفوا. بالنسبه للتزيين البنات حبوباتي اختياركم، انا سمحه نعطيكم برك كيفاه زينتها، وكل وحده دير طريقتها في التزيين. مع هذه الزرقاء كما راكم تشوفوا هكذا، نزيد نضيف لها هذا البيض، هذا الزرق هكذا. هكذا كما تشوفوا. ونزيد نضيف لها نجمه هنايا من الفوق كما راكم تشوفوا هكذا. اذا حبوباتي هذه هي وصفتنا لنهار اليوم. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساونيش البنات جام ابوني على قناتي ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.